طلبتوا مني طريقة تاع القزبر المجفف، راني جبته لكم بوصفة طريقة سهلة سريعة. نتوما برك ما تنسونيش من فضلكم باللايك نتاعكم، وإلا راكم حابين انواع اخرى من التوابل ما عليكم غير تولوا للقناة تاعنا. ما علينا غير نقولوا بسم الله على بركة الله. نرفدوا كمية تاع القزبر اللي لازم نغسلوها جيدا ونتاكدوا انها مغسوله وسيو يعني نشفوه من الماء هذاك. واكيد ردوا بالكم مره على مره هكا يجوا فيه عفوا يعني على العباره يجي فيه هكا شعرات. ردوا بالكم، يعني انا شحال من خطره نلقى هكا شعرات عليها نقول لكم ردوا بالكم. وانا نفضل يعني نستعمل كميه كبيره في هذه المرحله قبل رمضان، لانه حتى هنا في المانيا راهم يغلوهم كي يقرب هكا رمضان. شوفوا هنايا كان الليل، راني هنايا حطيته. وحده قالت لي كيف يعني الطريقه اللي نحطوه. تحطيه فوق الشوفاج، يعني في سنيوه هكا وخليه راه يعني في الليل كامل يكون سخون، ولا تحطيه في الفرن تاني من بعد ما تخرجي الكاطو تاعك ولا الفور تاعك يكون سخون. طفي عليه وتحطيه مره على مره، حركيه كيما هكا تولي عنده تلقاه مجفف. الطريقه اللي نفضلها انا تاع الصوفاج، يعني ما نخسر تريسيتي ما والو، شوفاج اصلا راه شاعل، نحط السنيوه نحطو من الفوق. كي نبدا نشوفو باللي نشف لي ويدير هذاك يعني الحس هذاك تسمعيه، هذيك المرحله نجمو نديرو. وبزاف فيكم قالوا لي اسكو نقدروا نديروا التوابل في الاشوار. يعني انا ما ننصحكمش، يعني راح ندير لكم التجربه دوك تشوفوا يعني في الاشوار كيفاش رايح يجيكم، باش تعرفوا الفرق بين الرحايه نتاع التوابل وهذه الرحايه ولا علاقه. شوفوا هنايا يعني كيفاش يجيني، راني رايح يعني نقربوا معاكم. هنايا يعني ابدا ما يجي مرحي، يا لو كنت تقعدي ساعه معاه ابدا ما يجيكم مرحي. ولكن تنجموا يعني تصفوا وتنحوا كميه صغيره بزاف. ولكن دوك راني رايحه نشاركها معاكم، لو كان نستعملها في تاع التوابل تشوفوا كيفاش تجيني يعني تجي غبره. وبزاف فيكم يسقسوني على هذيك اللي عندي انا تاع الماكينه تاع التوابل. اسمحوا لي انا هذيك شريتها من المانيا ونعتقد ماهيش متوفره في الجزائر. دوك نروح نعودها في هذه الرحايه تاع التوابل. يعني هنايا دوره واحده راه رايح يرحيه لنا يولي لنا غبره عليها. نقول لكم يعني يستحسن هذه تكون عندكم اصلا، يعني القزبر يحتاج كميه كبيره باش تخرج لنا كميه كبيره. كيما قلت لكم تنجموا يعني ديروه كي تمارينيو الحوت، كي تمارينيو ثاني الدجاج، لي ستيك، راه يعني عاوننا بزاف. مم حتى في الشربه انا نحب يعني ندير له ثاني للشربه بزاف، يعني حاجات تنجمي ترافقيها معاه. شوفوا يعني هنايا كيفاش خرجنا، راه حتى الغبره طلعت. اما انا ننصح لكم انكم تستعملوا هاد الرحايه احسن واحسن، يعني الناس تاع بكري كان كامل عندهم. وننصحكم تعاودوا تصفوه باش يعني يخرج لنا كيما هكا. هذه هي. وهذا تاني لازم تحطوه في مكان يكون بارد، والعلبه تكون تاني تتبلع، واحسن تكون زجاجيه. ومره على مره روحوا حركوا التوابل نتاعكم، حلوهم حركوهم باش تبقى دايما فيهم هذيك الريحه الشابه كانكم شريتوهم جداد. من بعد هنايا نروحوا للوصفه الثالثه اللي هي وصفه